مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، طابت أوقاتكم. سنكون معا في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. في حلقتنا اليوم سنتناول موضوع تغير المناخ وتأثيراته على مجمل جوانب الحياة. بداية كتعريف لتغير المناخ، هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس، مثل تغير في معدل درجات الحرارة أو معدل المتساقطات من ثلوج وأمطار، أو في حالة الرياح. وتغير المناخ يختلف عن الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى زيادة معدل درجات الحرارة على سطح الأرض، إذ من الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تغيير في درجة الحرارة ارتفاعا أو هبوطا، أي حرارة وبرودة أكثر أو أقل، وإلى اختلاف في كمية المتساقطات زيادة أو نقصانا. مستمعينا الأعزاء، من المتوقع أن ينتج عن تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية، تدني في كمية المياه ونوعيتها، وزيادة تفشي الملاريا وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات. وكذلك من المتوقع أن يتسبب التغير المناخي بالإضرار بالأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. مستمعين الأكارم، كالسؤال يتبادر إلى الذهن: هل يؤثر تغير المناخ على الصحة؟ والإجابة هي نعم. نستطيع أن نؤكد أن تغير المناخ يؤثر على الصحة العامة بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال التغييرات التي ستطرأ على درجات الحرارة والرطوبة، كما أن الزيادات المتكررة والقاسية لموجات الحر والبرد قد تؤدي إلى ارتفاع في نسبة الوفيات، وخاصة عند الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تفشي الأمراض المعدية بسبب التدهور في نوعية المياه وارتفاع نسبة الفيضانات الساحلية وتهديد الأمن الغذائي. مستمعين الأكارم، ما هو مفعول الدفيئة؟ مفعول الدفيئة هو ظاهرة يحبس فيها الغلاف الجوي بعضا من طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال المناخ، ويشكل ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات التي تساهم في مضاعفة هذه الظاهرة. وينتج هذا الغاز عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات والمصانع الأخرى، كما أن بعض النشاطات الأخرى تساهم في مضاعفة ظاهرة الدفيئة، مثل إزالة الغابات وانبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مزارع الأرز وتربية البقر ومطامر النفايات وتشغيل المناجم وتمديدات أنابيب الغاز. مستمعينا، كمعلومة في نهاية الحلقة، من المتوقع أن يرتفع مستوى البحر إلى حوالي المتر الواحد خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2100، مما سيؤدي إلى زوال بعض الشواطئ والموائل البحرية، ممرات للنقل البحري، البنية الأساسية والخدمات المدنية المتواجدة تحت الأرض، بما في ذلك مجاري المياه المبتذلة، أنابيب تمديدات المياه، خطوط نقل الكهرباء وشبكات الاتصال. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية الزاوية البيئية لهذا اليوم عبر أثير هيفي اف ام. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.